الطبق لو داير حاله وين ما ندور نتلاقى به قلت لازم نجربو صراحه بزاف بنين هذا المسكوتشو ولا الكيك تاع البطاطا بالدجاج باللاصوص، طبق رمضاني بامتياز. السلام عليكم. من ابن الاطباق اللي لازم تخبوها وتجربوها في رمضان ان شاء الله الطبق الرمضاني بامتياز، وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده لهبه تاع الدنيا. الحاجه الاولى نديروها هنايا عندي صدر كبير تاع الدجاج اللي كنت قطعته على زوج مرصوات، واحد نقطعه مربعات صغيره وواحد نخليه هكذا. في هذا الطبق انا بدلت غير الطريقه كيفاش نخدم الدجاج، دوك تشوفوا معايا كما قلت لكم واحد مرصوم نقطعه مربعات صغار وواحد نخليه هكذا. واكيد نسحقوا البطاطا، هنا عندي بطاطا اللي كنت قطعتها مربعات صغيره، نحط المقله تاع الزيت باش نقلي البطاطا، ونجيب مقله واحده اخرى ندير فيها شويه تاع الزيت شويه تاع الزبده، نحط هذاك الدجاج اللي كنت قطعته مربعات صغار نخليه يتقلى حتى وين يتحمر، نضيف عليه حبه تاع بصل مقطعه في رقيق حتى وين يدبل هذاك البصل، نضيف كميه تاع الزيتون كميه تاع التوابل مكتوبه تحت لا فيديو ونقلي كلش. درت البطاطا تقلى ما بيد خليت التوابل يتقلاو مع الدجاج، نجي نمرق بالماء. وفي هذا لاصوص ما درتش كامل الملح، راح ندير برك واحد كيوب تاع جومبو تاع الدجاج اللي كنت درته كامل بهذه الطريقه، راح يعطيني البنه ويعدل لي في لاصوص تاعي. غير يبدا يغلي نحط المرصو تاع الدجاج اللي كنت ما قطعتوش كامل، نغطي عليه ونخليه يطيب لداخل. بعد ما يطيب نجي نحيه نحطو في ريسيبيون ونروح نفتتو بالباتور بهذه الطريقه، نفتتو مليح هكذا ونحطو بجهه. هنايا نروح نجيب المول تاع المسكوتشو، اي مول يكون متوفر عندكم، انا خيرت هذا دهنته بشويه تاع الزيت، ونروح نجيب مرصوات تاع البابي كويسون ونسي كيفاش نلصقهم مليح. هنايا هذاك الدجاج اللي كنت فتتو ندير له شويه تاع فروماج غابي، زدت عليه شويه تاع المرقه هذيك اللي كان طاب فيها الدجاج، مغرف كبيره تاع فروماج، وزدت عليها شويه تاع المرقه باش ما تجيناش ناشفه، ونخلط كلش. هنايا في ريسيبيون درت واحد 5 حبات تاع البيض المعدنوس، مرصو تاع الفروماج بلون، درت الملح في الكحل وشويه من لاصوص ملي طاب فيها الدجاج، ونخلط كلش. نجي ندير 2 مغارف كبار تاع لاكريم ليكيد اختياريه، شويه بصل بودره وثوم بودره، ونحط هذيك البطاطا المقليه. شفت هنايا بلي الكميه تاع البيض مازالها خصتني، زدت عليها 2 حبات تاع البيض واحد اخرين. وكما شفتوا القوام لازم يكون خفيف، معناتها يجي ليكيد شويه. ندير الطبقه الاولى في المول بهذه الطريقه تاع البطاطا مع هذاك البيض، نسي نطاليها مليح، ندير شويه فروماج غابي، ندير طبقه مليحه تاع هذاك الدجاج اللي كنت فتتو كما راكم تشوفوا هكذا، ونزيد طبقه واحده اخرى من هذيك البطاطا مع البيض، ونسي من الفوق نليسيها مليح ونعبز عليها مليح، وندخلها طيب على 180 درجه حتى وين يشد روحه ويتحمر مليح. بالنسبه لهذيك لاصوص درت لها شويه تاع لاكريم ليكيد مع الشامبينيون، كنت حمرته شويه حطيتهم وخليتها تكتك شويه فوق النار، بعدها نطفي عليه. بعد ما طاب الكيك تاع البطاطا نجي نقلبو نحي له بابي كويسون، كنت حاب ندير له شويه تاع فروماج غراتيني من الفوق، ابخي كي شفتو شباب قلت بلا ما ندير له. نقدمو مع هذيك لاصوص اللي نخليها تعقد شويه، التزيين يكون اختياري، رشه تاع المعدنوس وتقدموه بصحتكم.